السلام عليكم. تعالوا النهاردة نعمل أسهل وأسرع صينية بطاطس بالفراخ في الفرن بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده ما خدتش وقت خالص. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. عندي تقريبا كيلو ونص من الوراك مقطعاهم. عندي طماطم، 2 طماطم و2 بصل، فلفل رومي وشطة خضراء، حبة زيت، 2 بطاطس مقطعهم صغير. عندي هنا البهارات، عندي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، 7 بهارات، فلفل أسمر، مكعب ماجي، وطبعا ملح. باخد البصل والطماطم والفلفل واروح ضربهم في الكبة، ضربهم مع بعض في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بنزل بالبهارات، بعد كده بنزل بحبة الزيت، بخلطهم طبعا مع بعض كويس قوي. هنا حطيت حبة الملح، حوالي تقريبا معلقة كبيرة ملح. بعد ما خلطتهم كويس مع بعض بجيب الوراك، بكون مفتحاه بالسكينة كده بالطول من جوه كده زي ما انتوا شايفين عشان التتبيلة تخش فيها، وبتبل بيها الخلطة اللي انا عملتها، بتبلها كويس فيها. عايزة تتبليها وتسيبها شوية في التتبيلة ساعة أو ساعتين يكون أفضل وأحسن يعني. مفتحة الوراك من جوه عشان التتبيلة تخش فيها، مفتحاها فتحة كده بالسكينة. بنزل بالبطاطس بعد ما تبلت الفراخ، بعد كده بزودها بحبة مية، حوالي نص كوباية من المية. عندي هنا حلة على النار فيها حبة زيت، حطيت فيها تقريبا ربع كيلو من الشعرية. بحط طبعا عليها حبة ملح عشان توحد لي اللون، حبة ملح صغيرين، حوالي ربع معلقة صغيرة ملح. زي ما انتوا شايفين كده. هكون عندي الرز غسلاه كويس وانزل عليه بالرز. معلقة ملح، نص معلقة من الملح كده، نقلب كويس لغاية ما نشوف بس الأول الملح عامل ايه. نزلت عليها بكوبايتين مية مغلية.
وهنا الأكل بعد ما خلص. ألف هنا وشفا.